أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لهم والغاصبين لحقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا غريب ويا مظلوم كربلاء، غريب وليس كمثله غريب. صلى الله عليك وعلى ابن عمك مسلم بن عقيل وعلى المستشهدين بين يديك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خان الزمان بنا فشتتنا كما خانت بنو صخر ببيعة مسلمين. لم أنسه بين العدا وجبينه كالبات في ليل العجاج المظلمين. أفديه من بطل مهيب إن سطع لف الجموع مؤخرا بمقدمي شهم نمته إلى البسالة هاشم والصبط والأسد والصبط إلى الأسد المجرب ينتمي حتى إذا ما أثخنوه بالضبع ضربا. أيوة مسلم وفي وسط الحفيرة يدرمي جاءوا إلى ابن زياد فيه فمذرأ يا قد وافاه غير مسلمي. قال اصعدوا بي للقاص وارموا جسمه ولا. قال اصعدوا بي للقصر وارموا جسمه ومن الوريدين أخضبوه بالدمي. صعدوا بإيل القاص وهو مكبلون. أيوة مسلمة. صعدوا بإيل القاص
وهو مكبل تجري دماؤه من الجوارح والفم. يا مسلم وين ذاك اليوم عمك يجيك يعاينك غارق بدمك وحيد وما حد من الناس يمك غريب بهالبلد مالك تجي. بعد يا شاعر منو تتمنى يكون حاضر بهالساعة؟ قال يا مسلم يا مسلم وين ذاك اليوم عباس 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 يجيك. يا مسلم وين ذاك اليوم عباس يجيك بشيمته ومفرع الراس. المن يشوفك يا مصابك نذل الأرجاس وهويت من القصر فوق الوطية وهويت من القصر فوق الوطية. ينجار عاد اللي يستجير يكون ينجار وعن شتله حليف الشرف. ينجار مثل مسلم سفير حسين. ينجار وتتنومس بشتل علوج ومية وتتنومس بشتل علوج ومية. لكن الأمر لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. من كلام لمولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام: إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل لقضاء حوائجكم، لشفاء المرضى، لدفع البلاء، نصرة للمجاهدين، حفاظا لنظام الملة وقادتنا. رحم الله من رفع صوته بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على آل محمد. الحديث حول مولانا مسلم بن عقيل، باب الحوائج إلى الله. هذه الشخصية العظيمة ليس من السهل الحديث عنها والاختصار عن الحديث عنها في بعض ما تميز به مولانا مسلم بن عقيل فقط، وإلا لا يمكن لنا أن نصل إلى معرفة مسلم بن عقيل ومقام مسلم بن عقيل. لمولانا مسلم بن عقيل مكانة سامية عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. تريد تعرف مكانته تعرفها من خلال حديث الإمام ورسالة لأهل الكوفة: إني باعث إليكم أخي وابن عمي. لا يخفى عليكم أن لمولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام عدة سفراء. سليمان سفير كان للحسين، وأيضا قيس
الصيداوي سفير للإمام الحسين، هذا كانت مهمته نقل الرسائل بين وبين مولانا مسلم بن عقيل. وأيضا عبد الله بن يقطر، هذا الرجل ولد في نفس اليوم الذي ولد فيه مولانا أبو عبد الله، نفس اليوم الذي ولد فيه الإمام الحسين عليه السلام. هذا أيضا سفير للحسين عليه السلام. لكن لم يرد عندنا توثيق في حق أحد منهم كما ورد في مولانا مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه. هذا يكشف عن عظيم شأن مسلم ومكانة عند الإمام عليه السلام، إذ أن الإمام يختار مسلم بن عقيل من بين كل بني هاشم وثقتي من أهل بيتي. إذا تريد تعرف مكانة هذا الرجل العظيم، تعرف مدى قرب من الإمام المعصوم. ابن من هو؟ ابن عقيل بن أبي طالب. أبو طالب أيها الأحبة له 4 من الأبناء، عنده جعفر وعنده عقيل وعنده طالب وعنده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طالب يقولون إحدى الحروب، حروب الفجار أو غير ذلك، المهم طلع من مكة ولم يرجع إليها أبدا، انقطعت عن الأخبار. هذا بالنسبة لطالب. أما بالنسبة إلى جعفر ابن أبي طالب هو شهيد الإسلام. وعقيل، وما أدراك ما عقيل، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون له الاحترام والمحبة الكبيرة. وأمير المؤمنين صلوات، بين كل واحد من أبناء أبو طالب 10 سنين أكو اختلاف بالعمر. وسيدهم وإمامهم مولى الموحدين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إذا أردنا أن نعرف أن للإمام الحسين عليه السلام هناك مكانة لمسلم بن عقيل، عنده نعرفها من خلال ماذا؟ نعرفها من خلال ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية عن ابن عباس يذكرها الشيخ الصدوق في كتابه الأمالي، يقول ذات يوم سأل أمير المؤمنين رسول الله، قال له: يا رسول الله إنك لتحب عقيلا، تحب هواي عقيل، ليش هالحب؟ قال: إي والله أحبه حبين، حبا له وحبا لحب أبي طالب له. هذا أيضا للذي بعيد عن هذا المجلس من يشكك في إيمان أبي طالب. رسول الله هو رسول من قبل الله، لا يحب إلا لله وفي الله وإلى الله تبارك وتعالى، فكيف برسول الله يحب شخص يموت مشرك أو مات كافر؟ أبدا. واللي رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه طبعا الله عز وجل يحبه. فكان يحبه كثيرا، أحبه حبين، حبا له وحبا لحب أبي طالب له. وإن ولده لمقتول في سبيل ولدك الحسين، أو في محبة ولدك الحسين. شوفوا، في محبة ولدك الحسين. شنو من مقام؟ إحنا كنا نحب الحسين، نحب الحسين شو نسوي مولانا؟ نلبس أسود. نحب الحسين نقيم مأتم للحسين، نحب الحسين نعطي في سبيل الحسين المال. لكن هل باستطاعة الإنسان الذي يحب الحسين أن يضحي بنفسه وبأولاده؟ مسلم بن عقيل ضحى بنفسه وأولاده. تدرون واقعة كربلاء أيها الأحبة حظت على بني هاشم 17 أو 18 شخص من بني هاشم حضروا في كربلاء، من آل علي بن أبي طالب أولاد أمير المؤمنين، وآل الحسن، وبعد وآل الحسين، وآل الحسن، وآل عقيل، وآل جعفر.
ذولا كلهم حضروا في كربلاء. أما من آل الحسين بعد واقعة كربلاء لم يبقى سوى مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام. بعد من آل الحسن لم يبقى إلا الحسن المثنى، هذا بقى حي. بعد أما من آل علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، من اللي بقى؟ اللي بقى في المدينة محمد بن الحنفية. بعد من آل جعفر بقى عبد الله بن جعفر الطيار، عبد الله بن جعفر بقى بالمدينة. وأما آل عقيل فلم يبق منهم أحد أبدا، كلهم صرعوا في كربلاء. وسيدهم من؟ مسلم بن عقيل صلوات الله. أزيدك بعد مولانا أولاده عدة 5 من الأبناء الذكور، وعنده بنت وحدة اسمها حميدة. أولاده 2 منهم استشهدوا مع الحسين في يوم عاشوراء. 2 منهم اللي بعد مضي سنة عندما هجمت الخيل على مخيم سيد الشهداء فريا الأطفال صغار، محمد وطاهر. المهم إلى أن قبض عليهما وقتلا شر قتله واستشهدا في سبيل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بعد بقى واحد اسمه أحمد ابن مسلم ابن عقيل. أحمد هذا ظهر في زمان المختار بن أبي عبيدة الثقفي. هذا أيضا بهجوم الخيل فر إلى أن وصل إلى بادية، صار يشتغل عند ناس. بعد مضي سنوات سمع بالخبر بأنه المختار ثار لأجل الانتقام والاقتصاص ممن أن يقص من قتلة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. سوى أحمد مولانا؟ قال للشيخ، قال له منو هذا المختار؟ قال له هذا المختار قضيته كذا وكذا، ثار ويطالب بدم الحسين عليه السلام. قال له أطلب منك طلب؟ قال له نعم أطلب. أنت صار لك فترة من الزمن عندنا ما طلبت من عندنا، هسه أمرك على الرأس، شنو تريد تفضل. قال له أطلب منك أن تسلمني لأحد يأخذني إلى الكوفة حتى أصل إلى المختار. يقولوا فعلا. قال له لك ذلك. أرسله بيد أحد من الناس أخذ إلى الكوفة. وصل هناك المختار كان عاقد مجلس لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، والناس بين ضجيج وبكاء ونحيب. دخل أحمد صار واقف أمام منه؟ صار يقف أمام المختار. هسه يقعد المختار يعاين عليه؟ ما يقعد. مرة ثانية التفت إلى المختار نظر إليه، ما جلس هذا الولد. استغرب المختار. قال له بني صاحبه المختار، قال له بني لم لا تجلس؟ قال له أجلس من حيث أنا أم من حيث أنت؟ عرف أنه هذا منطقة مو منطق عادي، هذا من ذوي البيوت الطاهرة، هذا يعرف للحكي. قال له لا بني اجلس من حيث أنت. يقول تخطى الرقاب هيك إلى أن وصل إلى مجلس من؟ إلى مكان جلوس المختار. قال له بني من أنت؟ قال له أنا أحمد ابن مسلم ابن عقيل. قال له أين كنت سيدي؟ قال له لما هجمت الخيل واحترقت الخيام وجرى ما جرى أنا اشردت طلعت إلى أن صرت أخدم عند ناس أجير استأجرون على أي حال، وجرى ما جرى علي. والآن قال له عندك طلب؟ قال له نعم أطلب منك طلب. ما هو طلبه؟ قال له أن ترسلني إلى المدينة. قال له سيدي ومن بقي لك في المدينة؟ منو بقى لك بعد بالمدينة؟ قال له نعم بقي لي سيدي ومولاي علي بن الحسين زين العابدين. وفعلا هناك الإمام كان ينتظر ساعة ويلتفت الإمام إلى غلامه، يلتفت إلى غلامه يقول له افتح الباب إن أحمد بن مسلم بن عقيل على الباب. صاحت زينب أحمد؟ قال لها نعم عمه هذا هو أحمد. فدخل أحمد عليهم فضجت العائلة بالبكاء والنحيب، وجدد الحزن على سيد الشهداء وباقي شهداء كربلاء ومولانا مسلم بن عقيل. هذا بالنسبة إلى أولاده. وعنده بنت أيضا صغيرة كانت معه
الحسين صلوات الله وسلامه عليه في ركب الحسين اسمها حميدة. هذا جانب آخر أيها الأحبة، مسلم بن عقيل، إخوان اللي كانوا موجودين، أبناء عقيل اللي كانوا موجودين في واقعة كربلاء في يوم عاشوراء، الحسين التفت بليلة عاشوراء لهم على وجه الخصوص. إيش قال لهم؟ قال لهم أنتم أبناء عقيل لقد وفيتم. قال له شلون؟ قال لهم من قتل منكم مسلم بن عقيل بعد لا عليكم أنتم، ارجعوا إلى دياركم. يقول هنا وقعوا على قدمي الحسين يقبلون التراب تحت قدم سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. يقول له يا ابن رسول الله كيف نتركك يا ابن رسول الله؟ ماذا تقول الناس؟ ماذا نقول لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ وبماذا نعتذر منه؟ لا والله لا نتركك يا أبا عبد الله. وفعلا أبلوا بلا حسن في يوم كربلاء حتى استشهدوا بأجمعهم. هذا يثبت وجود مسلم بن عقيل أنه كان على طريق الحسين عليه السلام، مدى علم الحسين بمسلم بن عقيل. أيها الأحبة، صفة من صفات مولانا مسلم بن عقيل أنه كان محبا للحسين. كلنا احنا قلت أنه نحب الحسين، لكن نستطيع أن نضحي في سبيل الحسين. شوف أهل الدنيا شو يقول عنهم القرآن الكريم؟ وتحبون المال حبا جما. مسلم بن عقيل حبه لمولانا الحسين أكثر من جما، أكثر من جما، بل كان يعشق الحسين. تريد تعرف شلون يعشق الحسين؟ يقولون لما قبضوا عليه أخذوا كتافا إلى ابن زياد، دخل على ابن زياد لم يسلم. هذا معنى الثبات. قال له لما لا تسلم على الأمير؟ قال لهم ليس بأمير، أميري حسين. أمير الحسين هذا مو أميري، مقيد ممكن يقتل كذا. قال لهم أبد، الحسين هو أميري. اللي يكشف عن مدى حبه للحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، مدى علاقته بالحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، هو أن مسلم بن عقيل بقي ثابت لآخر درجة، ما قبل الذل أبدا، مثل الحسين أبي الضيب ما يقبل بالذل، هيهات من الذلة. قال له لا أسلم واقبل بأمرنا وتعال ونال من الحسين واخرج عن طريق الحسين. قال لهم لا أبدا، بقي ثابت على مبدأ الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا جانب أيها الأحبة، جانب الحب، صفة من صفات مسلم ابن عقيل صلوات الله وسلامه عليه، هي صفة العبودية، العبادة لله. رسم إن صورتيا مولانا بالعبادة، صورتيا يوم دخل في دار طوعة قالت له ما رأيتك رقدت البارحة؟ قالها نعم نمت قليل. المهم تقول طوعة انشغل بالعبادة. والصورة الأخرى يوم الذي أرادوا قتله قال لهم امهلوني أن أصلي ركعتين لله تبارك وتعالى. هذه منين أخذها مولانا؟ هذه أخذها من الحسين. الحسين ليلة عاشوراء قال لهم سوف نمر على هذا المعنى. ليلة عاشوراء الحسين التفت إلى أبي الفضل العباس قال له قل للقوم أن يؤجلونه، لا يتقدمون، أريد هذه الليلة أنشغل بالعبادة وبذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك ورد أن للحسين وأصحاب الحسين وأهل بيته في ليلة عاشوراء دوي كدوي النحل بين راكع وبين ساجد وبين تال للقرآن الكريم. هذا الذي يبين مدى معرفة الحسين بمن؟ بمسلم بن عقيل، حتى اختاره شنو؟ اختاره سفيرا له. وثق الحسين بتوثيقين، التوثيق الأول هو عملي، نفس اختيار الحسين لمسلم يكشف عن مدى قرب المن، مدى قرب للحسين عليه السلام. الجانب الآخر أيها الأحبة، لو شايفين أنتم تقرون بالقرآن الكريم والسيرة واضحة في نبي الله يعقوب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. يعقوب 11 ولد عنده، كان ما كان يقولهم أنا أحب يوسف ترى،
زين، لكن نفس اهتمامه بيوسف عليه السلام كان يوحي إلى أنه يحب حبا جما، يحبه هواي. الحسين عليه السلام أيضا كان يحب مسلم بن عقيل ويعرف مكانة مسلم ويعرف منهج مسلم، فلذا اختار مسلم. وأيضا وثق بتوثيق آخر وهو التوثيق الكتبي: إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل. وصار على هذا الأمر مسلم إلى أن دخل الكوفة واجتمعوا حوله 18,000 نفر بايعوه على الولاية لمولانا الحسين عليه السلام. هسه تسألني إيش عجب 18,000 نفر أو في قول 19,000 ذولا كلهم بايعوا مسلم بن عقيل بليلة وضحاها انقلبوا؟ وشلون؟ لأنه أيها الأحبة هذا النعمان لما كان والي على الكوفة، كان والي على الكوفة، اجى أمر أن عبيد الله بن زياد اجى من البصرة. عبيد الله وين كان؟ في البصرة. اجى من البصرة وقف عند باب قصر الإمارة، قال له افتح. لا فتح الله لك يا نعمان. ويقولوا فتح له الباب ودخل. من دخل صار الصباح، اجى عبيد الله بن زياد ايش سوى؟ جمع الناس. ايش قال لهم؟ قال لهم من كان معنا فأعطيناه المال، اللي يكون ويانا على طريقنا نعطيه المال، لكن من يخالفنا يعني ما يتبع الحق اللي هو الحق الصحيح هدي أهل البيت، واللي يخالف أوامرنا سوف يقتل. يعني شنو؟ بالطمع وبالتخويف أيضا خوفهم، حتى صارت الإشاعات دعايات تظهر أن جيش الشام قادم لأهل الكوفة، جيش جرار قوامه 60,000. يعني بالتهريب والترغيب بالمال والتخويف اتشتتوا الناس حتى يذكر الشيخ المفيد أعلى الله مقامه في كتابه، يقول كانت المرأة تأتي إلى زوجها وتقول إن الناس يكفونك الله، ويأتي الرجل إلى أخيه ماذا يقول له؟ يقول له ما لنا والدخول بين السلاطين. ويجي الوالد أيضا الولد ويأخذ بيده، وإذا بمسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه بعدها الناس 18,000 بايعوه يصلي صلاة المغرب، ما ينتهي من الصلاة ينظر خلفه وإذا به لم يجد أحدا أبدا. ماكو واحد يأخذ بيد مسلم بن عقيل إلى داره أو يدله على الطريق. يقول خرج من المسجد مولانا مسلم بن عقيل، أنا كل ما أتصوره بالواقع والله ما أقدر استعبر، أقول شلون أدي وظيفتي تجاه مسلم بن عقيل. مولانا مو شوية ترى، 18,000 نفر يبايعوه بليلة وضحاها ينقلبون، ورجل ما يعرف طريقة في الكوفة إلى أين يتوجه. آجركم الله، صار مولانا مسلم بن عقيل يدور بأزقة الكوفة وشوارعها إلى أن وصل مولانا مسلم بن عقيل إلى باب امرأة كانت واقفة على باب دارها يقال لها طوعة آجركم الله. يقول سلم عليها استسقاها فدخلت إلى دارها، جاءت بقدح فيه ماء ناولته الماء آجركم الله عظم الله أجورنا وأجوركم. يقول قدمت إليه الإناء شرب منه قليلا حمد الله وأثنى عليه. تقول الرواية أخذت الإناء ودخلت إلى دارها. يقولون أكو بنت عدها صغيرة طوعة، يقول من رجعت إلى الباب مرة أخرى شافت الطفلة تبكي، قالت بني ما يبكيك؟ قالت ما يبكيك؟ هل أذاك هذا الرجل بكلمة أو بشيء آخر؟ قالت لا إنه رجل شريف. قالت إذن مما بكاؤك بنية؟ قالت بكيت على هذا الرجل عندما سمعت قد وضع رأسه بين ركبته وهو يقول وا غربتان
أيوا قلة ناصرا. الله أكبر. واسى الحسين بغربته بعد مولانا مسلم بن عقيل جاءت إليه طوعة، رأته واقف على باب الدار، قالت يا عبد الله أما شربت الماء؟ شربت الماء يولا؟ قالها نعم. قالت له إذن اذهب إلى دارك. يقول سكت مسلم بن عقيل، عادت عليه مرة أخرى اذهب إلى أهلك. سكت مسلم بن عقيل، ثم قال في الثالثة يا رجل لا أحل لك الجلوس على باب داري، أنا امرأة كبيرة، ماذا تقول عن الناس؟ يقول عندها مسلم بن عقيل قال لا يا أمة الله هل لك أن تضيفيني سواد هذه الليلة لعلي مكافئك غدا؟ قالت ومن أنت حتى تكافئني؟ منو أنت؟ عظم الله أجورنا وأجوركم. قال لا أنا مسلم بن عقيل، إن القوم قد غدروا بي. الله أكبر. يقول لا يا وعين مستديرة، لا أهل عندي ولا عشيرة. يستاهل مسلم هالدمعة، وثق دمعتك، تواضع شوية، أكثر. من لم يستطع أن يبكي فليتباكى. الدمعة على مسلم كالدمعة على الحسين. أعيد إليك. يقول لا يا وعين مستديرة، لا أهل عندي ولا عشيرة، لا أهل عندي ولا عشيرة. أنا مسلم الفاجد نصيرة، ومثل حيرتي ما أجرت حيرة. تقل لي يا غاتي ما عرفتك، ومن ريبت من ليك طردتك. والنعم من طاعة آوته سوى تلك الليلة، لكن عند الفاج سمع مسلم دقت السيوف وأصوات الرجال. آجركم الله. أخذ يتقلد بسيفه، لبس درعه، لف العمامة على رأسه. آجركم الله. هناك طوعة تنظر إليه، اجت إلى تشجع، تقول له انهاض لفاك القوم يا حيد يردون يقولولك يا صندي. أنا ريد المراجل عمك تعيد وتخلي جثثهم تارس البيت. شو يقول له؟ يقول له والنعم منش طوعة شجعيني. يقول له يا طوعة بالله تشجعيني، وبعم حيدر تذكريني. ما دام انا صمصامي بيميني، أنا ريت جمع اللي يجيني. والنعم من مسلم كان يأخذ الرجل ويرمي به إلى أعلى الدار حتى أكثر القتلى فيهم. فكتب ابن الأشعث إلى ابن زياد أن مدني بالخيل والرجال. فكتب إليه ابن زياد يقول ويحكم أرسلتكم إلى رجل واحد
أرسلتكم إلى رجل واحد فعل بكم هذا الفعل، فكيف بكم إذا أرسلتكم إلى غيره من هو أربط جأشا من، يعني بذلك الحسين بن علي آجركم الله. فأمده بالرجال مرة، والمرة الثانية كتب إليه ابن الأشعث: يا أمير، أتظن أنك أرسلتني إلى بقال من بقالية الكوفة أو جرمقان من جرامقة الحيرة، بل أرسلتني إلى رجل ضرغام همام شجاع وسيف من سيوف آل علي. فمد بالخيل والرجال، قيل 500 نفر آجركم الله. فأخذ يشد بهم مسلم بن عقيل، فأكثر القتلى فيهم آجركم الله. فبينما مسلم يقاتل وإذا بلعين ضرب مسلم على شفته العليا فقطعها، سالت الدماء من آجركم الله. يا أصحاب العزاء، وين اللي بعد عنده صرخها تهيأ للمصيبة؟ آجركم الله. يقول: وطعنه آخر برمحه، يقول أحد العلماء: فأعياه نسف الدم. فبينا هو كذلك وإذا بمسلم وقع في الحفرة. يقول: وهناك طوعة تنظر إليه، وهم قد اجتمعوا حول مسلم بن عقيل، وهي تنادي: يا مسلم يا عظام، ها خجلتي بيك وانا حر موضعي فما اقدر احميك. ان كان سلمت من قيدهم سلم على حسين. يقول لها: يا طاع اليوم ما تحصل سلامه، أوصيك إن كان طبا وبقلب الذي يتامى. شقل الأم، قل لي الأم مسلم يبلغكم سلامه، واجرك على الله والنبي سيد الكون. آجركم الله. أخذوا كتافا، عظم الله أجورنا وأجوركم. دخل على ابن زياد فلم يسلم، فقيل: لم لم تسلم على الأمير؟ قال: إنه ليس بأميري. قال: سلمت، وإن لم تسلم فأنت مقتول لا محال فيه. ثم التفت ابن زياد إلى ابن حمران وقال: خذه إلى أعلى القصر واقطع عنقه وارميه بجسده. آجركم الله. يقول: أخذوا مسلم بن عقيل إلى أعلى القصر، يقول هو بالطريق وإذا بدموع جرت على لحيته. التفتوا إليه قالوا له: أتبكي وأنت قلت أقسمت أن لا أقتل إلا حرا؟ قال: ويحكم ما على نفسي بكيت، إذا مما بكاؤك سيدي؟ قال: أبكي على الحسين، أبكي على أهل المقبلين. الله أكبر. أنا يدير العين ودم تحمل العين. اسمع يدير العين ودم تحمل العين، ما يبكي على روحه يبكي على حسين. آجركم الله. أخذوا إلى أعلى القصر، قال: إني يصلي ركعتين. صلى ركعتين. وين اللي يريد يوصل سلامة للحسين؟ خلي يدك على قلبك مع مولانا مسلم. يقول: صلى ركعتين ثم اتجه ناحية مكة، قال: السلام عليك يا أبا عبد الله.
يقول وإذا بالحسين بالطريق قال وعليك السلام أخي يا مسلم آجركم الله، ثم قدمه اللعين ورفع سيفه وأهوى السيف على رأس مسلم. أنا المناد ينادي ومسلم أيوا غريبة أيوا مظلومة أيوا شهيدة أجركم الله. أرد أنقل لك هالمصيبة. شوفوا مسلم بن عقيل واسى الحسين بغربته، واسى الحسين بعطشه. أكو صورة أخرى يقولون لما أخذوا جسد مسلم بن عقيل وهان بن عروة، يقول صار هذا يركل مسلم برجله وذاك بالحذاء وذاك بالحجارة. الله أكبر، يعني حتى ملابس جردوها. تخيل من وقع مسلم على القاع هذا يجر عبايته وذاك العمام. أنا هذا يجر عبايته وذاك العمامة، ما واحد يقل دخلوه كلها تصيح كسر وضلوع وعظام. الله أكبر. واسى الحسين برض الجسد بعد آجركم الله. يقول الحسين بالطريق بالغيب أو أخبر بأبي وأمي بأن مسلم استشهد، وجسد مسلم وهان بن عروة صاروا اللعنة يجرون جسد مسلم وهاني في أزقة الكوفة وشوارعها. هنا الحسين استعبر وكأني به نادى وهاني عمل كوفة انهت حيلي، وهاني عمل كوفة انهت حيلي، وهاني ولا شرب غدا طيب، وهاني صدق رجل مسلم وهاني بحبل وبسوق جرهن سوية، بحبل وبسوق جرهن سوية. لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله. إلهي وسيدي ومولاي، إنا نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم صل على محمد وآله. اللهم عجل لوليك الفرج، هب لنا رأفة ورحمة ودعاء وخير، واجعلنا من المستشهدين بين يديه يا الله. اللهم اقضي حوائج المحتاجين يا الله، اقضي دين كل مدين، فرج هم كل مهموم. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد شيعة مولانا أمير المؤمنين، رد كيد الأعداء إلى نحورهم يا الله. احفظ وأيد علماءنا سيما الحاضرين، اللهم وفقنا وإياهم لكل خير. المؤسسين لهذا المجلس اللهم تقبل منهم بأحسن القبول يا الله. اللهم لا تحرمنا من مجالس الحسين وذكر الحسين والبكاء على مصيبة الحسين، وارزقنا بالقريب العاجل زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين يا الله. اللهم من على المرضى بالشفاء العاجل يا الله. دعاءنا الأخير اللهم إنا نسألك حسن العاقبة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على الإيمان، الشهداء العلماء سيما خدمة أبي عبد الله الحسين، علماءنا الماضين، والسيد الإمام الخميني، السيد الشاهرود، وجميع علماءنا خدمة الحسين من لم يذكرهم ذاكر من أرحامي وأرحامكم، رحم الله من ذكرهم وأهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.